السلام عليكم، السلام عليكم، إزيكم؟ يا رب جميعًا تكونوا بألف خير. طبعًا أنا غايبة عنكم بقى لي فترة، فناس كتير بتدخل بتسأل في التعليقات في إيه، فأنا حبيت إن أنا أعرّفكم، وكمان حبيت إن أنا أحذّركم من الأمر اللي حصل معايا. طبعًا أنا معلش آسفة بنتي بس ندهِت عليَّ. آآ، فأنا حابة أحذّركم من أمرٍ ما وأقول لكم خدوا بالكم. طبعًا أنا مش هاقدر أذكر الأمر ده علشان ما آخُدش مخالفة على الصفحة، وعلشان الفيديو مش يتحظر، لإن ممنوع إن أنا أتكلّم في حاجة زي كده على الصفحة، تمام؟ يا ريت ما حدّش فيكم يذكر لي اسمها في التعليقات. عايزة أقول لكم إن المكرونة رجعت تاني. هنقول مكرونة، انتوا افهموا بقى هي ايه. تمام، رجعت تاني. جات لابني على تمام. انا دلوقتي تميت شهر بالظبط، يعني جات له. اتحجزت بيه 28/12. قالوا لازم يتحجز. طبعًا جيت أتحجز في العام، قالوا مش هيلاقي أي رعاية، يعني لو هتوديه العام هيتبهدل منِّك في العام. فطبعًا اضطريت إن أنا أحجزه في خاص، والخاص وما أدراكم ما الخاص طبعًا، يعني خاص مصاريف بالهبل. الحمد لله اتحجزت بيه 4 أيام، بعدين خرجنا كمّلنا رعاية ليه في البيت، تمام. آآ خَف حوالي كده ما كمّلش 15 يوم كويس. وللأسف رجعت له تاني، يعني على تمام الشهر بالضبط رجعت له تاني. المشكلة برضه إن هو عاد أخته، يعني أخته اتعادت منّه برضه. فأنا دلوقتي قاعدة بالاتنين، فدعواتكم ليّا ربنا يعدّيها على خير، عشان فعلًا الوضع صعب، الوضع صعب بجد. وأنا لوحدي معاهم، فربنا يعدّيها على خير. دعواتكم ليّا بجد ربنا يعدّيها على خير، وربنا يحفظ لكم أولادكم جميعًا يا رب العالمين. مع السلامة.